ازاي تعمل دمج ملف الترجمه مع الفيديو بطريقه رائعه جدا وبرنامج سهل وبسيط. انا هسيب لك اللينك بتاع البرنامج من موقعه الرسمي تحت في الوصف، ممكن تحمله معايا وتتابع معايا الشرح. يلا بينا نبدا كده. بسم الله. انا سايب لك تحت رابط البرنامج في وصف الفيديو. هتجيب هنا اللينك بتاع الموقع وهيفتح لك بالشكل اللي قدامنا ده، وهنيجي هنا على السيرش وهنكتب MKV وندوس انتر. هيفتح لنا شوية البرامج الخاصة بالموقع. هنختار هنا MKV Tool NIX وهيفتح لنا الشكل دوت. كل اللي عليك هتختار البرنامج المناسب لنسخة الويندوز بتاعتك 64 أو 32. طيب أعرف إزاي؟ ممكن أجي هنا على This PC. الخطوة دي أنت هتعملها عندك عشان تشوف النظام اللي أنت شغال عليه. هتلاقي هنا في System Type هتلاقي فيه 64 بت. يبقى المناسب ليك أو المناسب لحضرتك انك هتختار الويندوز انستولر 64 بت. هتختاره بالشكل دوت وهيحمل معاك بشكل اوتوماتيك بالشكل اللي قدامك. طبعا عشان انا محمله قبل كده فانا هلغي وهننتقل الى البرنامج. طيب ده البرنامج اللي احنا حملناه بالشكل ده. هتبدأ تسطبه. نيكست نيكست مفيش مشكلة، يعني زي اي برنامج انا مسطبه قبل كده. في الاخر هتديله نيكست فينيش. طيب وهروح على الفيلم اللي انا عايز اعمل دمج للترجمه بتاعته. ده الفيلم فيلم هاري بوتر، وعندي ترجمه انجليش وعندي ترجمه عربي. طب انا لو فتحت الفيلم كده هلاقيه فاضي خالص، ما فيهوش اي ترجمه لا انجليزي ولا عربي. بالشكل اللي قدامي ده ما فيهوش اي ترجمه. طيب خطوه كده على السريع ازاي بتنزل الترجمه. انا هسيب لك رابط تحت في الوصف برضو لموقع سابسين، ممكن تنزل منه اي ملف ترجمه انت محتاجه. هتكتب اسم الفيلم عادي هيطلع لك الترجمه الخاصه بيه، ولكن عشان نبقى يطلع لك ملف ترجمه كويس احنا ممكن نيجي هنا لاسم الفيلم نفسه وناخد منه كوبي ونروح للموقع ونكتب اسم الفيلم بالشكل ده وتدوس سبتايتل سيرش. طيب انا بعمل الخطوه دي ليه؟ انت ممكن تكتب اسم الفيلم نفسه ولكن هيطلع لك ملفات ترجمه كتير جدا. ممكن تيجي تنزل واحد فيهم تلاقيه مقدم ثانية أو مؤخر ثانية عن الفيلم. أما أنت لو بحثت باسم الفيلم نفسه اللي أنت كنت محمله هيطلع لك ملفات ترجمة خاصة بيه. بالشكل ده لو دوست هنا هيطلع لك ملفات الترجمة عربي وإنجليش وكل اللغات، بلغاري وشاينيز وكل حاجة. احنا هنيجي هنا في أي حاجة عربي بالشكل ده، أي واحد فيهم هتدوس عليه وهتدوس هنا داونلود، هينزل الملف بالشكل دوت. طيب عشان بس ما نطولش احنا هننزل ملف الترجمه بالشكل ده. بعد كده هنروح نفتح البرنامج بتاعنا، هتلاقيه جاي لنا هنا في ستارت وتضغطه. طيب هيفتح معاك بالشكل ده. بعد كده هدخل على الفيلم وهختار الملف بتاعي مع الارابيك سبتايتل اللي انا عايز ادغمها واجي احطهم هنا كده واقول له ماشي اد نيو سورس. هينزل لي هنا ملف الفيلم وملف الترجمه اللي انا عايز اعمله. الموضوع ببساطه جدا. هاجي هنا هختار لو كبرت كده الشاشه، هاجي هنا اختار ستارت مالتيبلكسنج وهيعمل لي دمج الملف الترجمه مع الفيديو على طول. ولكن انا عايز اتاكد من حاجه، خد بالك هنا انا عشان ملف الفيلم عندي ما كانش فيه اي ملف ترجمه، فملف الترجمه الاولاني هو ده اول ملف ترجمه محطوط في الفيلم. طيب وارد جدا عندك يكون هنا ما عندكش 3 فايلات، هو واحد هنا خاص بالفيديو، واحد خاص بالاوديو، والتالت خاص بالسبتايتل او ملف الترجمه بتاعي. لو الفيلم بتاعك كان فيه اصلا ترجمه انجليش مرتبطه بيه هيظهر لك هنا كمان ملف ترجمه وهتلاقيه مكتوب عليه انجليش. تيجي عليه، مهم جدا الموضوع دوت، تيجي عليه وتشيل علامه الصح من قدامه لو انت عندك الموضوع ده. اما هنا ما عنديش، فعندي ال3 ملفات الترجمه بتوعي. هاجي هنا اقول له ستارت مالتيبلكسنج وهيبدا في الدمج. هيقعد ثواني قليله ونشوف النتيجه. طب هو كده خلص. تعال ننزل كده ونشوف. هنلاقي ده ملف الجديد اللي هو الام كي في. خد بالك الملف بتاعنا الاساسي كان ام بي 4، هو بيحوله الام كي في بالشكل ده. لو انا جيت اشغله دلوقتي من غير ما احط اي ملف ترجمه ولا حاجه، لو انا جيت بصيت هلاقي فعلا الترجمه العربي بقت موجوده في الفيلم بشكل اساسي. طيب في موضوع تاني، خلينا نمسح بقى ده تاني اللي هو الام كي في.
لو جيت تنزل الفيلم ده بعد ما عملت الترجمة عشان تشغله على موبايل او حاجة مش هيشتغل معاك، علشان هو MKV. ممكن يشتغل على موبايلات معينة وممكن لا، ولكن في صيغة MP4 هي بتشتغل على اي موبايل. فانت ممكن هنا قدام اسم الفيلم ممكن تيجي تشيل الجزء ده خالص وتيجي عند دوت، بعد الدوت على طول بدل MKV هتكتب MP4 علشان انت محتاج او تعمله او تدمجه بصيغة MP4 برضو، وتقول له ستارت مالتيبلكسنج هيبدأ يشتغل تاني وهيبدأ ينزل لك الفيلم MP4. طيب كده خلصنا. تعالى ننزل البرنامج كده عشان نتأكد هل الترجمة اتدمجت مع الفيلم ولا لا. لو جيت شغلت كده وقدمت هلاقي فعلا الترجمة العربي بقت موجودة في الفيلم بشكل أساسي. يا رب يكون الشرح سلس وفهمت الطريقة. لو قابلتك أي مشكلة في تثبيت البرنامج أو عمل ملف الترجمة ياريت تبلغني وإن شاء الله نحلها، وأشوفك في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.